مرحبا بكم في قناتي بشرى اسبانيا. نتمنى ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج، ونتمنى تستمتعوا بهذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم جزيل الشكر. موفقين منورين مشعشعين جميع المتابعين، جزاكم الله خير الجزاء. اجيو نحضروا جميع التشيز بطريقه سهله وبسيطه ومنظر جميل جدا ويعني مبسط. اي واحد يعدلوا لوليداتو في المنزل طريقه تزيين كتبقاو زينوها كما بغيتو على هذا الشكل النهائي ديالو كيطلع يا سلام يا سلام. نتمنى تبارطاجيو الفيديو وخليكم مع الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا طريقه ديال التحضير. وعلى بركه الله نبدا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله المتابعين الأوفياء، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. نهار جديد وفيديو جديد، بغيت نبارطاجي معكم هاد التشيز كيك الرائع سهل وبنين ولذيذ. يعني أي واحد يقدر يوجدوه بمقادير بسيطة، يعني واخا ما كاينش المقادير يعني دي برده اللي كتكون في اللوتوس. المهم نعملو تشيز كيك مزيون وبنين، وخليكم مع المقادير. ودائما صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللي مهم في هاد التيسكيك هو البسكوي ديال لوتوس معروف، كاين في المحلات التجاريه في ميركادونا. البول في غنخلطوا المقادير. دائما يجيو تعملوا كريمه خصكم يكون البول وهادو ديال باش كطحنوا يكونوا باردين من الاحسن باش كتطلع معكم كريمه رائعه. عندنا كذلك جبن، انا كنعمل جبن كريموس عادي. لما موجدش عندكم، لما توجدش الجبن الاخر، الا ما توفاش ماسكاربون كنديروا الجبن عادي. المهم الجبن يكون كريموسو. كنحتاجوا الناطا، شويه ديال القرفه، السكر مورينو. هنا باش نعدلوا زبده اللوتوس ولا كريمه ديال اللوتوس. غنشارك معكم حاجه بحاجه ان شاء الله، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج. موفقين جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، وتحياتي لجميع المشاهدين والمشاركين اللي كيتابعوني على القناه من جميع انحاء العالم، الوطن العربي واوروبا بدون استثناء. شكرا لكم جزيل الشكر، ووفق الله الجميع. المول ديالي هو هذا، عنده اطار كيتفتح، يعني معروفين لهاد الليمون هادو اللي كيكون عندهم هاد الزياده والنقصان وكيتفتحوا كيجيو ساهلين وعمليين. غندير نفوندي في القاع ديالو بابيل ديال ورق الزبده. بسم الله على بركه الله. نعدل معكم كريمه ديال اللوتوس. كنحتاجوا فيها اللوتوس كيكز ديال اللوتوس، وغنحتاج شويه ديال القرفه، وغنحتاج قبيصه ديال الملح، وغنحتاج سكر اسمر، وغنطحن الكل جيدا. من بعد غنضيف الحليب تدريجيا. الحليب يكون مغلى ولا ايفابورادو. اولا غنهرمش شويه، بعدا غنحتفظ به للتزيين، وعاد غنكمل معكم الطريقه ديال الكريمه ديال اللوتوس. هي هذه طحنت شويه للتزيين. الان غنشارك معكم الكريمه. ضفت كيكيز ديالي، غنضيف له واحد قبيصه ديال الملح، غنضيف له شويه السكر الاسمر. يعني كيكيز راه حلو، ما تعملوش الحلاوه بزاف. 8 ملعقتين غنضيف سكر مورينو. السكر الاسمر كيزيد يخلي ديك اللون غامق ديال اللوتوس. وغنضيف راس ملعقه من القرفه باش كتعطيها واحد المذاق كذلك واللون. غنطحنوا العناصر جيدا، وغنبقى نضيف الحليب تدريجيا. من بعد ما طحنت العناصر جيدا اضيف ملعقتين من زيت خيراتول، زيت عادي، ولا ملعقتين من الزبده المذابه، وغنبقى نضيف الحليب تدريجيا على هذا الشكل كما كتلاحظوا. وغنزيد الحليب وانا كنطحن العناصر جيدا حتى كتجانس. كيرجع معنا واحد الكريمه رائعه وسهله ويعني وبسيطه بلا ما تشريوها من المحلات التجاريه. كما كتشاهدوا بسم الله ما شاء الله كتجي واحد الكريمه رائعه لينه. ندخلوها الثلاجه تبرد على ما نعدلو التشيز كيك ديالنا، وغتكون تزيين نهائي بهاد الكريمه. طحنوها جيدا
بسم الله ما شاء الله. كما كتلاحظوا كتجي رائعه وبنينه. ديك شويه الملح كيزيدها واحد البنه ما شاء الله. نتمنى تجربوا الطريقه وما تنساونيش من لايك والاشتراك. غنطبيها وندخلها الثلاجه على جنب حتى نسالي باقي التحضيرات ديالي في اللوتيس ان شاء الله. انا هنا الحليب ديالي غليته تا بغى يطلع الغليه وطفيت عليه وخليته حتى برد شويه، يعني يولي ما سخون ما بارد دافي، وكتبقى طحان به. انا غنطبي الكريمه ديالي. هادو كنت شاركتهم معكم مره اخرى، كاينين في الشين وكاينين في تيمو، عمليين زوينين رائعين، يعني احجام مختلفه ديال السيليكون. وندخلوا الثلاجه. هنايا اللوطوس ديالي اللي طحنته كذلك لعكو طبقه اولى، جمعته بشويه الزبده المذابه وشويه ديال القرفه. غنعملو في الاطار هو الاول، وغنوجد معكم الكريمه. درت ورق الزبده في الاطار ديالي، وعملت الان بسكويت وغنستويه على هذا الشكل. وكنضغطو جيدا كاس ولا زلافه ولا ملعقه، ونديروه في الثلاجه يجمع شويه، ومن بعد نخرجوه ونوجدوا الكريمه اللي غنصبوها فوق هذا الخليط. يستوي في الاطار مزيان. غنوجد الكريمه ديالي، غنضيف الناطه وغنضيف الجبن وغنضيف ملعقتين من السكر فقط، يعني الحلاوه على حسب الذوق نتوما والاختيار ديالكم. وغنطحنوا الكل جيدا حتى كتطلع لنا كريمه رائعه. ما تطحنوهاش بزاف باش ما توليش عندكم تشكل على شكل زبده. المهم البول ديالي بارد، وهادو ديال الماكينه باردين، والناطه كذلك والجبن باردين. لقيتوني حولت لهذا البول على حسب الكميه باش ما ملي كتجي تخلطوا ما كطيرش معنا الكريمه. تشوفوا الكريمه ناجحه ما شاء الله، واخا كتقلبوها هي كريمه ناجحه 100%. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، كريمه ناجحه. انا غنستويوها على تشيز كيك اللي عملنا الاول، وغنضيفو كريمه اللوتوس هي طبقه اخيره على هذا الشكل. وغنضيف كريمه ديالي وغندخلها مباشره تبرد، ما نخليش هذه حتى تبرد. غنضيف كريمه ديال اللوتوس حيتاش ما كتبغيش تلصق عليها. هكا غنستويها ان شاء الله، وغندخلوهم يبردوا 8 ساعات فما فوق، ولا ليله كامله حتى كتشبر العناصر جيدا. نستويو الكريمه ديالنا على هذا الشكل، وغندخلوها تبرد وخليكم مع الشكل النهائي. كنعتذر شويه المتابعين الاوفياء، كان شويه الصداع ديال لابادورا وديال الكوكوت. نتوما كتعرفوا في الصباح كيكون الشغل ومشغله، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد التحليه الرائعه. الشكل النهائي هو هذا. يا سلام بعد ما بردت. خليوها على الاقل 8 ساعات فما فوق باش كتماسك العناصر جيدا. كتقدموها لوليداتكم بالصحه والهنا. دائما وصفاتي سهله وبسيطه، يعني مبسطه، الانسان ما يحرمش وليداته من اي حاجه. هنا البنوته ديالي عتقيسه معاكم. يا سلام قالت لي ما شاء الله ماما جات رائعه وبنينه وليده، وديك الكريمه ما شاء الله احسن من المحلات، يعني تشريوها تعدلوها في البيت وكتعرفوا شنو المقادير اللي فيها. موفقين جميعا، ودمتم في رعايه الرحمن، والى الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا لكم جزيل الشكر مرة أخرى لكل متابعين اللي كيتابعوني على قناتي بشرى إسبانيا.